لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا، فبسم الله وبالله. بسم الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد. بسم الله الذي علم الإنسان ما لم يعلم ووهبه نور البصيرة ليكشف له غوامض الحياة. نستمر معكم بحلقة جديدة من سلسلة حلقات نور وبصيرة لنحيي الشارع بالخير والمعرفة. هذه الحلقة برعاية كريمة من حلويات ميليسيا مثلث المطيني بجانب مول الأصايل. عليكم السلام ورحمة الله. عرفنا عن حالك. محمد رابح. محمد، شو بتسوي اليوم هان؟ ببيع عصير. محمد، احنا في برنامج نور وبصيرة لنحيي الشارع بالخير والمعرفة. حابين نطرح عليك سؤال، إذا بتجاوب هذا السؤال راح تربح معنا كوبون مقدم من حلويات ميليسيا. طيب. جاهز؟ جاهز. طيب، السؤال بقول: كم عدد فروض الصلاة في اليوم؟ 5. ممتاز، عدد لي إياهن. الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء. ممتاز ممتاز. محمد، شو بتحب توجه رسالة لأهالي مدينة يطا اليوم في شهر رمضان المبارك؟ كلهم محترمين وكويسين، وشو نقول يعني. طيب محمد، احنا بنحب نقول لك كل عام وانت بخير، مبارك عليك. ربحت معنا كوبون مقدم من حلويات ميليسيا الموجودة على مثلث المطيني بجانب مول الأصايل. مبارك عليك. الله يبارك. علق الأفراح في جيد الهلال واهتفي بالحب أهلا رمضان جل من سواه. كيف حالك يا عم؟ اهلا وسهلا، حياك. شو اخباركم؟ اهلا وسهلا، الحمد لله. شو الاخبار؟ طب تعرفون عن حالكم؟ والله حضرة عبد الله اعمر. احمد محمد 16 سنه بعرام. اخوك في الله خليل محمود خليل رابع ملقب خليل عفيش. حياكم الله. اليوم احنا في برنامج نور وبصيرة لنحيي الشارع بالخير والمعرفة. برنامج نور وبصيرة برنامج ثقافي ديني يطرح السؤال وينقل الجواب لتوعية المجتمع اليطاوي. حابين اليوم نطرح عليكم سؤال، إذا جاوبتوا هذا السؤال الشخص اللي بيجاوب هذا السؤال راح يربح معنا كوبون مقدم من حلويات ميليسيا. ما في نقاط، ما في تغشيش. حلويات ميليسيا الموجود على مثلث المطيني بجانب مول الأصايل. السؤال بيقول: لماذا ذكرت قصة سيدنا موسى في القرآن الكريم في عدة مواضع وعدة صور؟ والله انا ليش ذكرت الطريقه ما فيش عندي معلومه، يعني لو في بامكاني اول مره بسمع السؤال لا يعني، او ما خطرش على بالي. خال موسى قصة سيدنا موسى لأنها قصص من قصص كثار إجباري بده يكون في لها رد بمعاني إنه في قصة لسيدنا موسى، قصص كثار مش قصة واحدة. نعم، ذكرت عدة قصص في القرآن الكريم، ولكن قصة سيدنا موسى ذكرت في القرآن الكريم لأنها تتمثل في صراع مع الطغيان، ونحن الآن في صراع مع الطغيان. فالقصة ليس في المكان والزمان المحددين، ولكنها تمتد إلى زماننا هذا. نعم، حسب الظروف والأحوال اللي كانت تصير على مدى. نعم، هي القصة لا تكون في زمان محدد، ولكن لتكون عبرة للأقوام التالية. حظا أوفر، جوابك خاطئ. الله يسعد قلبك. السلام عليكم. يا هلا، يا مرحبا. رمضان كريم. الله أكرم، كل عام وانتم بخير. أنت بخير. عرفنا عن حالك. زيد الهدار. زيد، احنا اليوم في برنامج نور وبصيرة لنحيي الشارع بالخير والمعرفة. برنامجنا هو برنامج ثقافي ديني. حابين نطرح عليك سؤال، إذا بتجاوب على هذا السؤال راح تربح معنا كوبون مقدم من حلويات ميليسيا الموجود على مثلث المطيني بجانب مول الأصايل. السؤال بيقول: لماذا قال تعالى في القرآن الكريم كلمة نسوة حين قال: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه، ولم يقل نساء؟ لماذا قال نسوة ولم يقل نساء؟ ما بعرف. هسا الشاب عنده إجابة؟ لما امرأة العزيز روضت نفسها على سيدنا يوسف، فلمت النساء معها على أساس يشوفوا جمال سيدنا يوسف عليه السلام. تمام.
بس السبب نفسه تسمي كلمة نسوة عن نساء ما بعرف، يعني ما بقدر أفتي لك إياها في القرآن الصراحة. حد عنده إجابة؟ الشاب عندك إجابة؟ لا والله ما مش عارف. طيب الإجابة الصحيحة هي وقال نسوة في المدينة. نسوة هي جمع قلة، أي عصبة من النساء، مجموعة قليلة، ولكن كلمة نساء مجموعة كبيرة، أعم وأشمل. حظا أوفر، شو بتحب توجه رسالة لأهالي يطا في شهر رمضان المبارك؟ كل عام وجميع بألف خير، إن شاء الله رمضان سنة غير وربنا يعيده علينا باليمن والبركات إن شاء الله. نور وبصيرة، نزرع في الطريق خيرا ونوقظ في القلوب بصيرة. خليكم معنا مستمرين. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عرفنا عن حالك. منجد أحمد محمد الحمام. منجد، احنا في برنامج نور وبصيرة لنحيي الشارع بالخير والمعرفة. حابين اليوم نطرح عليك سؤال، إذا جاوبت هذا السؤال راح تربح كوبون مقدم من حلويات ميليسيا الموجود على مثلث المطيني بجانب مول الأصايل. السؤال بيقول، بدك سؤال صعب ولا؟ طيب بدي أسألك سؤال ثقافي. السؤال بيقول في إحدى سور القرآن الكريم لم تبدأ بالبسملة، هي سورة التوبة، فكم مرة ذكرت البسملة في القرآن الكريم؟ يعني مش مذكور فيها بسمة البسملة يعني. باقي السور أو في القرآن الكريم بشكل عام كم مرة ذكرت البسملة؟ البسملة مرة واحدة في سورة الفاتحة اللي أول آية يعني. تغير إجابة؟ يعني مش فاهم السورة كويس. في عدد سور القرآن الكريم كم سورة؟ إنه عدد 114 سورة. 114 سورة. سورة التوبة لم تبدأ بالبسملة، فكم مرة ذكرت البسملة؟ دقيقة ما تستعجل. فكم مرة ذكرت البسملة في القرآن الكريم؟ بسملة 114. إجابة نهائية؟ 114 إجابة نهائية. إجابتك 114 صحيحة، بس الحين بدنا نلف وندور شوي في السؤال. إحنا حكينا 114 سورة في القرآن الكريم، صحيح؟ في واحدة من السور ما ذكرت فيها البسملة، سورة التوبة. طيب قديش بضل عندنا؟ 113. 113 ولما بلش سورة الفاتحة. سورة الفاتحة ضمن السور. من السور البسملة 114 رقم 114 وين ذكرت؟ إجابتك صحيحة وربحت معنا الكوبون، ولكن لنوصل المعلومة، في كمان بسملة ذكرت في القرآن الكريم. أنت بتعرف في أي موضع أو في أي سورة؟ سورة الفاتحة. جواب خاطئ. رمضان كريم، شو بتحب تحكي يا منجد لأهالي مدينة يطا في شهر رمضان؟ كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير. طيب السورة يلي ذكرت فيها البسملة مرتين سورة النمل. النمل حين قال وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، وبداية السورة كمان مرة، فذكرت في سورة النمل البسملة مرتين. يعطيك ألف عافية، مشكور جدا. السلام عليكم. وعليكم السلام، علي مرحبا. عمي عرفنا عن حالك. أنا محمد إسماعيل حمامدي. حياك الله. الله يحييك. عمي كيف أجواء رمضان معكم اليوم؟ أجواء رمضان الحمد لله كويس، يعني كل شيء تمام كويس، يعني نهار قصير يعني كويس، يعني وكمان براد، الجو براد الحمد لله رب العالمين. عمي احنا في برنامج نور وبصيرة لنحيي الشارع بالخير والمعرفة. حابين اليوم نطرح عليك سؤال ثقافي. إذا بتجاوب على هذا السؤال راح تربح معنا كوبون مقدم من حلويات ميليسيا الموجود على مثلث المطيني بجانب مول الأصايل. السؤال بيقول، قال تعالى في الآية الكريمة وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. لماذا قال المدينة ولم يقل اسم المدينة؟ وجاء رجل إلى المدينة يسعى. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. ذكر اسم مدينة ولم يذكر اسم المدينة بالتحديد، مثلا نقول الخليل. لماذا ذكر المدينة؟ في سؤال ثاني. سؤال ثاني،
ما هي الآية التي ذكرت فيها البسملة مرتين؟ أو السورة، ما هي السورة التي ذكرت فيها البسملة مرتين؟ بسملة مرتين. بعرفش كمان يعني صعب. حظا أوفر. السورة التي ذكرت فيها البسملة مرتين هي سورة النمل. في بداية السورة بسم الله الرحمن الرحيم، وإحدى آيات السورة حين قال وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أما اسم المدينة ولم يحدد اسم المنطقة بالضبط للتعميم، فالدرس ليس يخص مكان محدد بل عن الحدث والعبرة. مشكور وكل عام وانت بخير. شكون سؤال كمان سؤال برضو؟ لا، حظا أوفر. ماشي حياك الله. فرصة العمر زمان العمل، مركب يعلوه نور الهيبة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. الله أكرم. كل عام وانت بخير. اسمح لنا نقف فينا. فاجأتونا. قلت لنا عرفنا عن حالك. أحمد موسى العمور. حياك الله يا أحمد. احنا في برنامج نور وبصيرة لنحيي الشارع بالخير والمعرفة. برنامجنا برعاية حلويات ميليسيا الموجود على مثلث المطيني بجانب مول الأصايل. برنامجنا هو برنامج ثقافي ديني. نور وبصيرة لنحيي الشارع بالخير والمعرفة. حابين نطرح عليك سؤال، إذا بتجاوب على هذا السؤال راح تربح كوبون مقدم من حلويات ميليسيا. السؤال كالآتي. السؤال بقول: كم مرة ذكرت البسملة في القرآن الكريم، علما أنه في إحدى سور القرآن الكريم اللي هي سورة التوبة لم تبدأ بالبسملة؟ نعم صحيح، براءة من الله سورة التوبة. بالضبط. كم مرة ذكرت البسملة؟ 5 مرات. البسملة بسم الله الرحمن الرحيم. إجابة نهائية. تفضل احكي. 6. لا للأسف. عدد سور القرآن الكريم 114 سورة. في سورة التوبة لم تذكر البسملة، ولكن ذكرت البسملة في القرآن الكريم 114 مرة. كيف؟ في سورة النمل في سورة النمل ذكرت البسملة مرتين في بداية السورة بسم الله الرحمن الرحيم ونكمل ما تيسر من القرآن، وفي إحدى آيات السورة حين قال وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. لذلك ذكرت البسملة في سور القرآن الكريم 114 مرة. حظا أوفر. رمضان كريم. شو توجه رسالة للشارع اللي يطاوي اليوم؟ الشارع اللي يطاوي بقول لهم كل احترام، الناس تصبر على بعض في الشارع، طشات معبياتنا الشارع، فاهم علي؟ يصبروا على بعض ويتحملوا بعض، عبال ما هو ربنا مريحنا من هالدنيا كلها. الله المستعان. كل عام وانت بخير وحظا اوفر. حياك الله، ربنا يديم علينا وعليكم الصحة وذات البال. امين يا رب، يعطيك العافية. سميح رمضان كريم. الله أكبر. سميح، احنا في برنامج نور وبصيرة لنحيي الشارع بالخير والمعرفة. حابين نطرح عليك سؤال، إذا بتجاوب هذا السؤال راح تربح معنا كوبون مقدم من حلويات ميليسيا الموجود على مثلث المطيني بجانب مول الأصايل. السؤال بقول: ما هي السورة التي ذكرت فيها البسملة مرتين؟ النمل. مبارك عليك، ربحت معنا كوبون مقدم من حلويات ميليسيا. سورة النمل ذكرت فيها البسملة مرتين. تعرف الآية؟ بداية السورة ذكرت وفي أوساط السورة ذكرت. الآية بتقول وإنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. المرة الثانية. مبارك عليك ورمضان كريم.
نور وبصيرة، لأن الشارع يحتاج كلمة صادقة وعلما نافعا. هذه المبادرة ضمن سلسلة مبادرات فريق متطوعي الإغاثة الطبية الفلسطينية يطا، وبرعاية كريمة من حلويات ميليسيا يطا مثلث المطيني بجانب مول الأصايل. السؤال الأخير إلكو، قال تعالى: وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. ما معنى كلمة أبا؟ دمتم بود.